السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو بتاع تفريزات. انا كان عندي اوردر بتاع شغل، فقلت اصوره معاكم علشان انا كان عندي فيه متابعة حبيبتي كانت طلبت مني البامية والفاصوليا، فانا قلت فرصة اضرب عصفورين بحجر، مني اعمل الفيديو في نفس الوقت اوريها الطريقة بتاعت الفاصوليا والبامية. تمام. هنبدأ مع بعضينا ونقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البامية عامة احنا بنجيبها يا جماعة. يا ريت كل اللي تفكر ان هي تجيب بامية. انا بقالي داخل دلوقتي ده في تالت اسبوع وانا بجيب بامية على مدار كل 3 ايام مثلا. جايبة لحد دلوقتي فوق ال45 كيلو بامية، بسم الله ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا لأصحابهم للي هياكلوهم. عايزة أقول لكم إن البامية من أسبوع لأسبوع بتتغير. آخر حاجة جايباها أول امبارح وابتدت إن هي يخش لها دودة، فلازم تخلي بالكم كويس جدا جدا من البامية. لو انت اتأخرت في تخزين البامية يا ريت تلحقي تجيبيها قبل ما يبتدي إن هو يخش لها حاجة. وافضل حاجة البامية الفلاحي الحمراء اللي انتوا شايفينها دي، بلاش تجيبوا البامية الصعيدي اللي هي الخضراء قوي اللي كلها شوك. لما بتتحط في الفريزر بتنشف جدا جدا جدا، وبتيجي مع التسوية تحس ان هي عاملة زي السفنجة، فانا ما بستعملهاش خالص. ممكن تستعمليها لو انت رايحة تجيبي نص كيلو او كيلو هتطبخيه في نفس اليوم. تمام. انا هنا بنقع الباميه زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر تنزل الشعر بتاعها الصغنون، وبروح الاول حطاها في الحوض وباخدها في البتاع. هنا بقى كنت كسرت الرخامه، الطبق كان تقيل وانا اصلا الرخامه كنا لحمينها بالعافيه، فبدلق الطبق راحت مكسوره. الله اعلم بقى نعرف نصلحها تاني ولا لا. المهم هنا انا بغسل الحوض كويس جدا جدا جدا، وباخد من الحوض وبحط في الطبق بمية تانية، ده الشعر اللي بيطلع منها او الشوشات بتاعتها اللي انتوا شايفينها. فباخد من الحوض تنزل الفتافيت اللي هو الشعر بتاعها، احط في الطبق واخد من الطبق اصفي في المصفى، وتقومي جايبة عندك كبرتة نضيفة، ملاية نضيفة، حاجة تكون للأكل مخصصة. أنا في حاجات معينة بخليها للأكل عشان دي حاجة ناس ولازم الواحد يكون أمين عليها. تمام. وتبتدي بقى ان انت تفضلي ايه، تفردي كل الباميه بتاعتك زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، بالف هنا وشفا لاصحابها، بالف هنا وشفا يا رب. وتبتدي ان انت ايه، تحطي الباميه بتاعتك. هنا في الوقت ده انا لما باجي اشتغل بفرز الباميه الكبيره علشان خاطر اعملها بويكه. بالنسبة للشعر الصغنن ده ممكن تتلافي واحدة ولا اتنين زي ما طلعت في ايديا كده، بس لما انا هغطيها وهتنشف زي ما انتوا شايفين كده، هقوم الصبح هلاقي الكبرتة ممتصة المية، وهلاقي الشعيرات الصغيرة دي طالعة في ايديا وانا بقمع البامية. تمام. زي ما انا قلت لكم نرجع ونقول تاني، يا ريت لو هتجيبي بامية الحقي وهاتي البامية علشان خاطر الباميه ابتدت ان هي تبقى مش حلوه. اللي انتوا شفتوها وانا بغسلها الكتيره قوي دي اللي من 3 اسابيع، اللي انا لسه جايباها اول امبارح، اللي انا جبت على 4 أو 5 مرات ما اكذبش عليكم يعني. ابتدت ان هي يمكن طلعت نص كيلو فيه كده، وانا لازم افرز الباميه باميه باميه، لان دي امانه، امانه، ولازم احافظ على الامانه اكتر من ان انا هاكلها كمان. تمام. عشان ربنا يحاسبني، اصحابها مش شايفيني بس ربنا شايفني، لازم اكون قد الامانه. تمام. هنا باخد الفاصوليا كنت نقعاها، وقبل ما احطها طبعا لان انا واخداها بايديا فلازم احطها تحت الحنفيه تاني علشان كده هي هتتجفف خلاص، ما ينفعش ان انا المسها. هنا كنت غسلاها بدل المره 2 و3، واخداها اهو بالمصفى، وبجيب عليها شويه ميه تانيين عشان ايدي ما تلمسهاش، وانضف كده من الميه وارجع احط عندي في الحله تاني. تمام. زي ما انتم شايفين كده وهكذا. الفاصوليا ما ينفعش تعمليها على البخار، هتغمقي منك، وما ينفعش تعمليها نية، هتبقى زي السفنج. الطريقة الوحيدة اللي بقالي سنين وحبايبي اللي بياخدوا مني الحمد لله مفيش شكوى مني ابدا،
ان انت بتجيبي معلقه زبده او معلقه سمنه وتسيحيها، واول ما تقدح تقومي حاطه عليها الفاصوليا تقليبه واتنين وتلاته، واول ما اللون على طول يتغير تقومي طافيه عليها وتعبيها توي ما تبرد على طول، ما تسيبيهاش عشان لو عرقت هتتغير معاكي اللون. هنا الباميه زي ما انتم شايفينها، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا. على الفرازه ما فيهاش اي حاجه خالص. هنا كانت امي الله يديها الصحه والعافيه ويبارك لي فيها يا رب، هي اللي كانت معايا لان طبعا الكميه كبيره عليا. بنزل اشتغل الصبح على المكن عشان جايبه شغل من المصنع، وبطلع اعمل الخضار. والحمد لله يعني طالما الواحد ربنا مديله صحه وعافيه يعني اشتغل ما فيش اي مشكله. اهو انا كنت هنا طفيت على الفاصوليا وغطيتها تهدى بس شويه، بلاش تغطيها جامد بلاش، علشان لونها ما يغيرش. هنا بقى كان عندي 10 كيلو ملوخية برضو نفس الطريقة، هقول لكم على طريقة الملوخية لما اجي اعملها. الملوخية لازم تمسكيها تغسليها كويس جدا جدا جدا، وتمسكي تنشفيها على ملاية او تنشفيها على كبرتة تكون قطن، تمتص المية اللي فيها وتنشف تماما، وتبتدي ان انتي تفرميها. بلاش تعمليها في الكبة اللي هتتفرز، بلاش تعمليها في الكبة، يا ريت تخرطيها بايديكي هيبقى افضل واحسن. تمام. هنعمها مش هنعمها قوي ومش هنخليها خشن قوي، المعتاد اللي احنا بنعمله التفروز مفيهوش خشن او ناعم. هنا بالنسبة للبامية زي ما انتم شايفينها كده الله اكبر بسم الله ما شاء الله، هبتدي ان انا انزل الصغير الاول. ليه يا حبيبة بتنزلي الصغير؟ علشان الصغير مش بياخد وقت زي التاني، دوت يمكن بياخد قلبة والتانية، التانية بسيبه شوية عشان اكبر سنة. طب انت يا حبيبه بتفرزي الباميه ليه؟ هقول لكم يا حبايبي. دلوقتي انا واحده عندي مثلا عايزه 5 كيلو، تمام، بحط 3 اكياس، 3 كيلو كبار عشان انا بعمل الانصاص الكيلو نصين، تمام. فبيبقى بالنسبه لي ال5 كيلو 10 تنصاص، فبعمل 6 تنصاص كبيره و4 تنصاص صغيرين، يبقى انا كده شكلت لها ال5 كيلو بتوعها اللي هم 10 اكياس، تمام. ليه؟ لان الباميه الزيرو دي لما انت تيجي تسويها مع التانية بتبقى بتتهري قبل التانية، فانا بعرفها ان اعملي الكيس ده لوحده واعملي الكيس ده لوحده، تمام. لكن انا مش بعمل، ما عنديش خيار وفقوس، يعني مش عندي واحده زبونه تقول لي اعملي لي الصغيره واقوم مديه التانية الكبيره، لا. ال5 كيلو بتوعها بيبقى بنفس الوضع، ال3 كيلو بتوعها بيبقى بنفس الوضع. بعد لو 3 كيلو بعمل 4 أكياس انصاص كبار، وبعمل كيسين صغيرين. هنا بقى بكون جايبة مية عندي ومحطة تلج بقى في الفريزر الأزايز وبكسره. ازايز تكوني انتي مش هتستعمليها تاني بلاستيك، تقومي كسراها نصين فاتحاها بالمقص وحطاها في حاجة واسعة كبيرة متلجة. وتقومي واخدة البامية مصفيها من المية متلج، حطها بقى في المصفى بتاعتك. وكل مرة بنطلع من الحلة لازم نغير المية بتاعتنا ونحط تلج جديد، تمام، علشان المية طبعا بتسخن من البامية. طب ليه يا حبيبة احنا بنحطها في مية ساقعة؟ عشان نوقف التسوية بتاعتها وتفضل خضرة زي ما هي، لو سبتيها سخنة هتصفر منك ومش هتبقى لونها اخضر، اما تيجي تحطيها في الطبيخ اكنك سلقاها. بصوا انا غيرت الميه وحطيت تلج جديد، وابتدي ان انا اخد المره التانية واحط على التلج بتاعي. شفتوا انا بشتغل ازاي؟ وعرفتي لما يكون عندك انت جايبه 3 كيلو حاولي ان انت الصغير تحطيه الاول والكبير بعد منه، علشان ده ما ياخدش سوا ده وما يتهريش معاكي. الكبير بياخد قلبتين 3، اما دوت يا دوبك مجرد ما بيغير لونه بشيله على طول. بعمل ايه بقى؟ بقوم جايبه الكبرته التانية النظيفه واقوم حطاها، واقوم الباميه اللي مطلعاها من الميه بتاعتها لازم تصفيها، لازم تصفيها. هتقولوا لي في الميه كانت غامقه ليه يا حبيبه؟ انا حاطه فيها الليمون بقشر الليمون وماده حافظه شويه سكر، تمام، مش اكتر ولا اقل. هنا بقى بالنسبة للملوخية، طبعا الملوخية انا ما عنديش شوربة، وطبعا ما اقدرش اعمل شوربة، انا ما اعرفش اللي هتشتغل بحاجتي دي هي واثق يعني، مش واثقة فيا، لا يعني هي ممكن ما تكونش عايزة شوربة فراخ وانا اعمل بشوربة فراخ، عايزة شوربة لحمة وانا ما عنديش شوربة لحمة. فبعمل ايه؟ كالآتي: بتجيبي كوبايتين مية، بتحط عليهم نص معلقة سكر صغيرة، ذرة ملح وواحد ماجي،
ده بيأدي الغرض للشوربة وبيلف معاكي الملوخية. وتحاولي ان انت ما تعمليهاش تخينة جدا 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 علشان خاطر برضو تبقى تديكي الخضار اللي انت شايفاه. ويا جماعة اللي بيفرز الملوخية اول ما بتنزل، بصوا احنا عايزينها البكبكة اللي بيحصل دي وخلاص بندفع عليها، بتبقى خضرة زي البرسيم. عايزة اقول لكم معلومة كمان، الملوخية اول ما بتتحط في الفريزر لونها بيغير. علشان تحتفظي باللون الاخضر بتاع الملوخية لازم تخلي الشوربة بتغلي تماما وتقومي حاطة الملوخية وهي متلجة، هتديكي نفس النتيجة بتاعت الطازة اللي هي الصبحة. الفاصوليا دي غامقة ليه؟ الفاصوليا دي عاملاها بطريقة تانية، انا عاملاها على البخار، دي طلب صاحبتها. تمام. فهتقولوا لي دي لونها متغير عن اللي احنا شفناها في اول الفيديو، اقول لكم دي بطريقه ودي بالطريقه. دي انا عاملاها على المصفى مبخراها. تمام. اما التانية مقلباها زي ما انتم شايفين، هتشوفوها دلوقتي، هوريها لكم مره تاني مع الطريحه اللي انا عملتها اللي هي كان فيها الطماطم حلوه قوي جدا 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 يا جماعه اليومين دول. يا ريت تجيبوا الطماطم وتعملوها مسكره ولونها تحفه مع الطماطم البوريه، جميله جدا. ادي المره التانية بتاعت الباميه، وادي كمان الفاصوليا دي عاملاها زي ما انا قلت لكم بحته زبده. في فرق بين الاتنين، اللي معموله على البخار حاجه واللي معموله بالزبده حاجه تانية. يا ريت اللي شاف الفيديو معايا يعمل لي لايك ما ينساش، وكمان يكتب لي كومنت حلو. واللي ما اشتركتش عندي في القناه يا ريت تشترك وتنورني، وما تنسونيش في دعوه حلوه منكم. وشيروا لي الفيديو يا جماعه، انا عايزه الفيديو كده يترفع واللايكات بتاعكم تنور كده معايا علشان خاطر محتاجه دعمكم ليا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.